تعالوا بينا نعمل وصفة حلوة جدا بنعملها بره بتكلفة عالية، هنعملها في البيت النهاردة ب15 جنيه وبس. عايزة اقول لكم لغاية اخر حباية كفتة في الحلة متماسكة وريحتها حلوة وطعمها حلو جدا جدا جدا. يلا بينا بقى ننزل نضغط اللايك ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل عشان نتفرج على كل الفيديوهات. يلا بينا بقى نسمي الله. عندي نص كوباية رز غسلتها نقعتها لمدة ربع ساعة وصفتها كويس جدا وضربتها في الكبه بقت دي زي ما انتم شايفين كده. تمام، هركنها بقى كده على جنب واجيب بصلايه متوسطه وفصين توم ونص ربطه خضره هنضربهم في الكب. الطريقه سهله جدا ومش مكلفه ونعملها من كل حاجه موجوده عندنا في البيت. هقلب بقى الخضره بتاعتي كده واطحنها او افرمها كويس جدا. محضره عندي نص كيلو من القوانص ومعايا قرن شطه. تمام، القوانص دي انا غسلاها يا جماعه بالملح كويس جدا وبعد كده نقعتها في ليمون. تمام، صفيناها زي ما انتم شايفين كده مع قرن الشطه، وابتدي بقى ان انا افرم القوانص دي مع الخضره وقرن الشطه والثوم والبصل. تمام، بالشكل ده. نحط حبه كمان. بصوا بقت عامله زي العجينه معايا. هنبتدي بقى نحط دقيق الرز او الرز اللي احنا طحناه. هنحط بقى البهارات بتاعتنا، كمون، فلفل اسمر وملح وبهارات لحمه. هي كده كده من غير بهارات اللحمه طعمها زي اللحمه بالظبط. بنزل بالرز بتاعي تدريجيا لان الكبه بتاعتي زي ما انتم شايفينها كده حجمها صغير. تمام، هحط رشه بيكنج باودر علشان الكفته بتاعتي ما تبقاش مكتومه كده. تمام، هحط بقيه الكميه والحمد لله الكبه يعني كفت ووفت. بصوا خلاص كده بقت جاهزه. هحطها معاكم بس كده في بوله. هحط عليها معلقه دقيق واحده، دقيق عادي اللي هو دقيق القمح يا جماعه العادي. تمام، علشان تبقى متماسكه، وادخلها التلاجة نص ساعه واخرجها اشكلها. تمام، هدين بس ايدي كده زيت وابتدي اللي انا اعملها كور. تقدروا تعملوها صوابع لو انتوا حابين. هخلص بقيه الكميه بتاعتي كلها واكون مجهزه بقى الطاسه بتاعتي للقلي. عملت معايا كميه حلوه جدا يا جماعه، وعايزه اقول لكم انها مش مكلفه. تقدروا اللي انتوا تحوشوا القوانص او الكبد والقوانص بتاعت الفراخ اللي انتوا بتجيبوها. عندي بقى الحله الاولانيه دي فرمت بصلايه ونزلت بالصلصه بتاعتي اللي انا مسبكاها الجاهزه، عليها ملح وفلفل وبطاطسايه واحده مقطعه صغير، وسبتهم كده يستووا لغايه ما نحمر مع بعض الكفته. تاخدش وقت ابدا، وعايزه اقول لكم ريحتها وطعمها حلو جدا. لازم تجربوا يا جماعه الوصفه دي. هنقلب بقى كده الكفته بالشكل ده، واكون بقى مجهزه مناديل جنبي كده نطلع عليها الكفته. كده تمام جدا. حطها بقى على مناديل كده تتشرب منها الزيت لغايه ما نخلص بقيه الكميه. هننزلها بقى في الصلصه بتاعتنا تاخد كده غلوه. انا حسيت ان هي محتاجه ميه، حطيت لها حوالي كوبايه ميه كمان وحته صلصه. هسيبها بقى تغلي. عايزه اوريكم انها متماسكه. بصوا مهما تغلي مع البطاطس ما بتفكش. ما شاء الله حلوه جدا اللهم بارك، وكان طعمها تحفه. بصوا متماسكه ازاي، حلوه جدا مع الرز بشعريه والسلطه طبعا. مستنيه لايكاتكم وتعليقاتكم اللي بتفرحني. مع السلامه.